تخيلوا الصهاينه السواح قاموا يبقون الروب، سرقوا الروب اخواننا الافاضل. تخيلوا قاموا يسرقون المعاليق. تخيلوا المعاليق اللي في الغرفه من كثر ما هم معفنين. كذلك عندكم انا جمعت لكم الاغراض اللي هم يسرقوها. كذلك هذه الاشياء اللي تستخدم، والله ما اعرف ايش اسمها، حد من اخوان المشاهدين يساعدني. هذا اللي يستخدمونه اعزكم الله لما الواحد يلبس الجزمه. كذلك هذه الفرشاه اللي تساعد على التنظيف. يعني ناس معفنين. تفاجئوا اصحاب الفنادق لما سووا تشيك اوت، طلعوا الهاوس كيبنج رايحين ينظفون الغرف، وجدوا سرقات خطيره. تخيلوا اخواننا الافاضل الجهاز الكوي، يعني هذا وين تحطه يا صهيوني؟ انت يا صهيوني هذا كيف ينحط في الشنطه؟ جهاز الكوي، سارقين جهاز الكوي اخواننا الافاضل. يعني عفن ما بعد عفن. كذلك اخواننا الافاضل شوفوا معي، هذا جهاز الاسبريسو ولا الاكسبريسو، ايضا سارقين الاجهزه، سارقين. تخيلوا اخواننا الافاضل الاكواب والمعالق، يعني عفن ما بعد عفن. كذلك من السرقات هذه الغلايه موجوده في كل الفنادق، اللي بيسوي له كوفي، اللي بيسوي له ماء ساخن. تخيلوا وصل العفن وياهم الى وين؟ يسرقون اللمبات اللي داخل الاباجوره. تخيلوا الاباجوره قاموا يسرقون اللمبات اللي داخل اعزائي المشاهدين. سرقوا الفوط اللي موجوده في الحمام. كذلك الميزان، سارقين الميزان اخواني الافاضل. ايش العفونه اللي فيكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الاستشوار، ايضا الاستشوار لم يسلم منهم. رساله حابه ان انا اوصلها الى كوهينو. اكرر كلامي، هذول اغتصبوا ارض فلسطين، هذول عندهم رساله وعقيده. تدري شنو العقيده اللي عندهم؟ يا كوهينو يا نجس، انت ما تعرف. عقيدتهم انك انت واشكالك عبيد عندهم، وفلوسك وفلوس المسلمين حلال عليهم. هم ترى ما يسرقون من باب السرقه، هم يسرقون لان هذه الاشياء حلال عليهم، وقريب راح يسرقون بلادك، لان بلادك انت وكل بلاد المسلمين في عقيدتهم حلال عليهم. استحمل اللي راح يجيك والنار اللي راح تاكلك قريب.